أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج الفن والمجتمع، النهارده يعني موجودين لتكريم الأسر المصرية. النهارده شيء جميل فيها لما يبقى موجود من كل دول الوطن العربي. النهارده بيسعدنا ويشرفنا إن يكون موجود معانا الدكتور فوزي الفحام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك وقناة بانوراما دراما مستر هاني المذيع المتألق دائما، وقناة بانوراما دراما. ايه الجمال ده النهاردة 26 مارس الموافق 2022. يا أيها الأحبة، النهاردة هذا الجمع اليوم بسبب التميز العربي، وأيضا كأس الابتكار، والإيه كمان الأسرة المثالية. شيء عظيم، ليست الأم فقط ولكن الأسرة المثالية العربية في هذه الكوكبة العربية، من لبنان ومن فلسطين ومن مصر أيضا، قلب العروبة ونبضها. أهلا بكم وبحييكم. بشكرك يا فندم. طبعا وأيضا معنا البطل طبعا الإمام طبعا مستر فادي. أهلا وسهلا بحضرتك. حبيبي يعطيك العافية، فادي عنديري معكم. بتشكركم كثير على اللقاء الحلو، وهيدا شرف لي أن أكون بمصر، هي أم الدنيا وهي بلدي الأولى والثانية حتى. الله يطول عمركم ويخليكم بصحتكم. مصر بلد تعني لي جدا. تحيا مصر يا رب. تحيا مصر. والنهارده وجود حضرتك يعني تكريم لمثال مشرف لسفراء التميز والإبداع. حبيبي بحقيقة أنا بتشرف أن أكون واقف بين عمالقة وبين أساتذة كبار، والله يطول عمرهم جميعا، وهذا شرف لي أن أكون واقف بيناتهم اليوم وأتكرم بيناتهم ويتكرموا معي وأتكرم أنا وياهم، وكلنا هيك دول عربية نوقف إيد وحدة ونضلنا ضمنين بإيد وحدة. شكرا كثير لكم مرة واثنين وثلاثة. النهارده يا فندم بقى يعني تشريف معاليك النهارده، يعني نقول للأسرة المثالية. والله أنا سعيد جدا بالحدث الجميل ده، لأن الحدث النهارده بيسعد أسر كتيرة جدا جدا جدا، وبيوضحها أيا كان مجهود طيب ومثمر على أرض الواقع قد إيه المجتمع بياخد باله من حاجة زي كده. والميزة كمان إن جائزة الأسرة المثالية مش في مصر بس، في معظم الدول العربية. فده دليل إن الوطن العربي كله واحد، والوطن العربي كله يهمه في الأول وفي الآخر الترابط والاتحاد والقوة والمحبة والسلام، لأن كلنا أسرة واحدة. تحية طيبة لحضرتك. ربنا يخليك يا فندم. ويعني ما تشرفناش بحضرتك، يعني نتشرف حضرتك دكتور إسلام دعبس، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية الحديثة، ومدرب ومحاضر متخصص في تنمية المهارات الإنسانية والإدارية. أنا بحييك بقى على الفويس بتاع حضرتك اللي هو رنان، يعني ما شاء الله. يبارك فيك يا رب، خالص تقديري واحترامي لحضرتك. ده أنا سعيد كمان بتواجدي مع قامات تستحق كل التقدير وكل الاحترام. كان حدث مليء بالبهجة والسعادة والأمل والتفاؤل. فهل تعلم أن الله مؤلف العقول ومؤلف القلوب، والله ألف في قلب محبة كل الجميع اللي شايف فيهم السعادة والمحبة والأمل والتفاؤل. بشكرك يا دكتور، يعني النهارده نورت الدنيا كلها والله. تحية طيبة لحضرتك. شكرا دكتور كثير، شكرا على الكلمة الحلوة. طبعا شكرا. العفو. شكرا جزيلا وأهلا بكم، وكل سنة وأنتم طيبين في هذا المؤتمر العظيم. لازم نشكر أحمد بيه الشواف، هو صاحب الفضل ولا ينسى فضله في جمعنا وفي فضل الأخ اللبناني أيضا فوزي، الدكتور فوزي الخضري أيضا هو الرئيس الشرفي لهذا المؤتمر، ومحدثكم فوزي الفحام. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكل اللي حضر النهارده للأسرة المثالية. بشكرك جدا. شكرا يا دكتور. حضرتك خالص تقديري واحترامي لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا يعطيكم الف عافيه. بشكرك جدا. شكرا يا دكتور. العفو، مع ألف سلامة. سلام عليكم. أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج الفن والمجتمع، النهارده يوم جميل، يوم حافل مليء بالمفاجآت الجميلة. النهارده لما تبقى معانا يعني سيادة اللواء أحمد زغلول مدير المخابرات. أهلا وسهلا عليك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. يعني شيء جميل ان حضرتك تبقى موجود في المؤتمر العظيم وهو مؤتمر الأسر المثالية. انا بشكر كل القائمين على المؤتمر دوت. طبعا دي يعني مؤتمرات بتحس على الولاء والانتماء وعلى التضحية ونكران الذات، فانا بشكر كل القائمين عليه. والنهارده انا شفت قامات كبيرة بيتم تكريمها عشان تعطي للوطن اكثر واكثر، وان شاء الله اللقاءات القادمة يكون في مكرمين على دورهم المجتمعي، اذا كانت ام مثالية ادت للوطن وادت لاسرتها الصغيرة.
أو لاعب دولي قدم للوطن العربي وللمجتمع العالمي دور بيحس بيه الشباب على أهمية الرياضة، أو يعني فنان قدم أدوار كلها رسائل خدمة مجتمعنا كل المجالات بقى. الحمد لله رب العالمين. المجالات. فأنا شفت النهاردة يعني ملحمة، وشفت رؤية للقائمين على هذا الابتكار، وأكيد اللجنة اللي اختارت الناس عشان تكرم ديت أكيد لجنة يعني عندها القدرة على الاختيارات اللي أنا شايفها اختيارات مثالية وناجحة، وربنا يوفق إن شاء الله، وإلى دائما مؤتمرات ولقاءات واحتفالات تسري الحياة المجتمعية إن شاء الله. ان شاء الله يا فندم. مش جديد علينا ان الاسم الكبير والاسم الرنان سيادة اللواء يعني ان هو يبقى متواجد النهارده في وسط المؤتمر النهارده، ويبقى له طلة كده جميلة. يعني حضرتك دايما بنعرف المؤتمر الناجح لما سيادتك بتدخله على طول من على الباب يعني. الله يخليك. والله انا كنت النهارده في مؤتمرين قبل ما اجي المؤتمر ده، ويعني اكيد نجحوا يعني. يعني كان المؤتمر الاولاني برضو عشان يكرم الام المثاليه واحتفال بيوم اليتيم، عشان انت عارف مجتمعنا في شهر مارس كمان مليء بالاعياد وربنا يكرم ان شاء الله. المؤتمر الثاني كان من اجل غد افضل، بنتكلم عن البيئه وكيفيه التعاون الوطني العربي في المحافظه على البيئه. وانت عارف حضرتك الظروف والمناخ خلال الفتره اللي فاتت، وفي مؤتمر المناخ هيتم في مصر في شهر 11 2022، فكنا عاملين مؤتمر بصدد هذا الموضوع. وجيت النهارده طبعا عشان الدكتور احمد القائم على المؤتمر ورئيسه يعني من الاصدقاء العزاز ليا، وقلت لازم اجي، فلقيته يعني مفاجئني ومكرمني وسط القامات اللي انا يعني سعدت ان انا كنت معاها وكرمت معاها، وانا شايف ان يعني لا استحق امام القامات العظيمه اللي كرمت فعلا عشان دورها المجتمعي ودورها الرائد في كل المجالات، سواء رياضيه او سياسيه او فنيه او مجتمعيه. وربنا يكرم كل القائمين على هذا المؤتمر وهذا السنه الحميده اللي انا شايفها بتسري المجتمع وبتدي للمجتمع يعني عنفوان عشان كل واحد فينا يعطي اكثر. التكريم ده حاجه حميده وكلنا بنسعى ان احنا نكون الافضل، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله الافضل ومبروك بقى يعني نقول سفير التميز والابداع. والله انا بشكر احمد باشا الشواف على قيامه بتكريمي، وبس انا شايف ان يعني حضرتك قيمه يعني قيمه كبيره فعلا. صح والله اكتر من حقي، هذا شرف. فانا بشكرهم والله. صح. بس انا بشكر النهارده اخواننا اللي من ليبيا، من لبنان والسعوديه، واخص بالذكر وبرضه دولة فلسطين كانوا موجودين، وبخص بالذكر الدكتور فوزي الخضري من لبنان والد عزيز، ويعني كان بيقول لي ان هو كان في المملكة المتحدة وحصل على دكتوراه فخرية من احد الجامعات لفخامة السيد الرئيس، وبيسعى ان هو يوصلها. فان شاء الله نوصل صوتنا باذن الله تعالى للقيادة السياسية او المسؤولين ان احد ابناء الجمهورية اللبنانية يعني سعى عشان يعني يكرم رئيسنا العظيم اللي احنا كلنا بنعتز بيه. وانا سعيد جدا النهارده ان انا معايا بطل العالم الاستاذ الموي تاي الاستاذ فادي العنداري، الاخ العزيز والابن الغالي، ويعني بنتمنى له كل توفيق وشرف للوطن العربي ان يكون بطل في لعبه من الالعاب القتاليه عربي ولبناني.
وبنقول له كل سنة وانت طيب، ودائما كده متفوق، ودائما رافع رأس الوطن العربي وبالأخص دولة لبنان الشقيق. حبيبي يعني بعد الكلمات الطيبة اللي ألقاها سيادة اللواء أحمد زغلول مهران، يعني شهادة كبيرة جدا إن يعني معاليه دايما بيتكلم عن لبنان، اتكلم أحلى كلام النهاردة. صراحة شيء فخر وبيرفع القلب، وأنا بصد بشخصيته الطيبة والحلوة وروحه المعنوية القوية اللي بتحفز حقيقة كل واحد عربي وكل واحد بيحب مصر بيتحفز من هالكلام الحلو. الله تحيا مصر يا رب، والله يخليكم بصحتكم يا رب. سيادة اللواء نحن شرف لنا تكون موجود اليوم ونتكرم بيناتنا كرياضيين أو متميزين بأي شيء رياضي أو طبي أو فني أو أي شيء متميزين فيه، بالتميز العربي الحلو بالصفراء بوجودك وبحضرتك. وهيدا شيء يعني أنا مش بدي أعبر لك أنه قديش حبيتك كإنسان كشخص، وهالروح الحلوة والمعنويات العالية اللي بتعطيها. نحن شرف نكون حدك اليوم، وشرف ناخذ صورة معك، وشرف نكون بأم العربية، بالأم العربية الكبيرة هي مصر اللي هي أم الدنيا. صحيح. لا ده انا ليا الشرف ان انا اقعد مع بطل بيبعت رساله لكل شباب الامه العربيه ان احنا دائما موجودين في المحافل الدوليه عظماء رافعين رايه الوطن العربي، رافعين رايه دولنا، عشان احنا دولنا عظيمه وامتنا العربيه ال 22 دوله عربيه بتفخر ببطل اسمه فادي العندري، احد ابطال الالعاب القتاليه اللي احنا المفروض نسلط الضوء عليه عشان ولادنا يحذوا حذو، وان شاء الله باذن الله دائما في انتصارات ودائما في رفع رايه الوطن العربي والامه العربيه. كابتن فادي ربنا يكرمك، ده انا اللي اتشرفت النهارده ان الصوره بتاعتك دي هتكون في اعز مكان في بيتي، ان انا اكون مع بطل زيك وانا من منبر حضرتك يعني لازم نسلط الضوء على الرموز الوطنيه اللي يعني بتسري العالم العربي وبتسري العالم بامكانياتها وقدراتها. فين الاعلام العربي من هذا البطل العظيم؟ والابطال كثيره موجودين الضوء لم يسلط عليه، فاحنا عاوزين نسلط الضوء عشان نرجع تاني نستدعي قدوه المجتمع، نستدعي تاني رموزها، ونحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نقول لاولادنا هم دول اللي رفعوا رايه الوطن، وهم دول الرموز. والرياضه شيء كلنا بنسعى ان احنا نخلي ولادنا يمتهنوا ويلعبوا العاب سواء كانت قتاليه او العاب جماعيه. فربنا يوفق حضرتك، وان شاء الله دائما بطل العالم وكلنا وراك. ومن النهارده من طاي هتكون اللعبه يعني اساسيه ان شاء الله ان احنا نتابعها ان شاء الله. زيارات ثانيه وايضا الفتنس كمان سياده اللواء، الفتنس كمان طبعا. لا رياضي والله ربنا يديك الصحه ويكرمك ويوفقك، واحنا اكيد هنسلط الضوء على حضرتك كتير الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. حقيقه مصر ما قصرت وحكوا عني اعلاميا جدا، حقيقه اكثر من بلدي، يعني اكثر من 35 او 40 او 50 مجله بمصر كتبت نيوز بيبرز، وانا بتشكرهم. وانا جيتي على مصر من محبتي لها لما كتبت عني كثير كبطل عربي، قدرتني كبطل عربي. وانا بفتخر انه احب مصر تكون مثل بلدي وتكون هي بلدي الاولى والثاني كمان. وبفتخر بشخص مثل حضرتك سياده اللواء اللي هالكلام الحلو عن النفسيه الحلوه والطيبه والمعنويات الحلوه، اللي بتشد على ايد كل عربي انه يحبك ويحب مصر ويحب كل شخص بمصر ويحب اهل مصر وتراب مصر، انه هي بتقدر الناس الابطال والناس الفنانين والناس المشاهير اللي هن عملوا شيء عالميا. ونحن حقيقه هذه رساله، العقل السليم في جسم السليم، ورساله انه نعملها بطريقه صحيحه نستفيد منها لاولادنا واولاد اولادنا، ونشوفهم عالميا كمان باعلى مراحل بوجودكم بنفسكم معهم وبدعمكم لهم. بشكركم طبعا على اللقاء الممتع، وهنقول بقى يعني ختامها مسك، وهنقول تحيا مصر برجالها وشبابها المخلصين. تحيا مصر، تحيا مصر بشبابها، وتحيا الوطن العربي بأبطالها وشبابها اللي إن شاء الله بإذن الله هيرجع الرياضة العربية، ونكون زي ما كنا يعني كل ما نتمناه يتحقق على ايديهم ان شاء الله. شكرا لسيادة اللواء أحمد زغلول مهران. شكرا يا فندم.